السلام عليكم. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. قصة اليوم في مصر، وبالضبط في سوهاج، واحد القرية سميتها الدنافقة. قبل 6 سنين اختفى ليهم واحد الطفل، واحد الوليد عنده 3 سنين. قلبوا عليه والو ما لقاوش. مشاو ديك لاراو كيقلبوا البوليس وداكشي، ما كاين ليه حتى شي اثار. داز 3 ايام وهما باقي مخلوعين على داك الوليد اللي ما لقاوش. سميتو محمد. من مورا هذيك 3 ايام هو تلف ليهم ولد اخر سميتو احمد. عاوتاني بقاو ديك لارا وكيقلبوا تيقلبوا. وداك القريه غير صغيره، يعني ما فيهاش شي حد براني اللي الا داز شي حد راه باين ومعروف، كل واحد معروف تما. عنده 4 سنين وشي حاجه، باقي ما واصلش 5 سنين. ايوا العائلات ديالهم في حاله يرثى ما تشوفوش فيهم. تلفوا لي وليداتهم الله يحسن العوان. حتى شي حد ما يبغي بحال هاد الشيء هذا الله يحفظ الوليدات كاملين يا ربي. المهم بقاو كيقلبوا والو ما عندهم حتى شي اثار. داز سيمانه هو يتلف عاوتاني ولد اخر. ايوا هادشي دخل ليهم الشك بزاف. ايوا بقاو ملي مشاو ديك لارا والبوليس قالوا غادي نديروا تعميم على القريه كامله، غندخلوا المنازل ديالهم وغادي نقلبوهم، حيت ما يمكنش شي ولد غادي يكون مشى لشي بلاصه اخرى. كلهم غيكونوا غير تما غيقلبوا في الديور كاملين. باقين هما يلاه كيوجدوا باش غاديين يقلبوا، حتى كيقولوا راه تختفى ولد اخر. صافي هادو بقاو كيقلبوا في الديور، كيقلبوا وهما عندهم حيت هي قريه بنيين الديور ديالهم بالطين، وعندهم كيديروا مثلا السفليه والطابق الاول، وما كان عندهمش داك الحيط، داك السور باش ديال السطح، خلينو هكاك. واحد المراه كطل وكترجع، هما كيقلبوا هي راده البال مع دوك البوليس اللي كيقلبوا. ايوا كطل وكتعاود ترجع تدرق، عاوتاني كطل وكتعاود ترجع تدرق. هما يشوفوها، شكون هذيك المراه اللي تما؟ مشاو دقوا قالوا لهم راه واحد المراه كانت كطل. شكون هي؟ قالت لهم هذيك المراه الكبيره هي اللي حلات لهم. قالت لهم كاينه غير مرات ولدي. قالوا لها فين هي؟ راه شفناها في السطح، احنا عندنا الرخصه باش اننا نفتشوا كاع المنازل ديال هاد القريه هادي. قالت لهم دخلوا ماشي مشكل. ايوا طلعوا للسطح ما كيلقاوهاش، قلبوا ما لقاوهاش. كيلقاو واحد الفران كيديروا هما داك الفران ديال العواد ديال الطين، بحال اللي كيكون عند كاع المصريين اللي في القرى. شاعل وما حاطه لا خبز لا والو باش غادي طيب، ما حاطه حتى شي حاجه، غير الفران اللي شاعل كتخرج منه واحد الريحه بحال ديال الشوا، ريحه خايبه، شي حاجه كتشوط. قالوا العجوزه هاد الفران علاش شاعل وشنو كطيبوا فيه؟ قالت لهم ما عرفتش، راه مرات ولدي اللي شاعلاه، ماشي انا اللي شعلته. ايوا ما يقولوا عرفتي غطفيو هاد الفران وغنشوفوا شنو فيه، علاش شاعل بهاد الطريقه هادي، وهاد الريحه اللي خارجه منه غنشوفوا شنو فيه. ايوا طفاوه بقاو كيقلبوا في الرماد، كيلقاو العظومه ديال دوك الوليدات مساكن كلهم مشوطين. تم الوليد الاخر الرابع حتى هو تما مازال يلا كيتشوط. ايوا مشاو كيجريو كيقلبوا عليها تما في وسط الدار، لقاوها مخبيه تحت واحد في جنب واحد الساريه. شدوها. ايوا قالوا ليها انت اللي قتلتي هذوك الوليدات كاملين بربعه، وعلاش حرقتيهم؟ شنو هو السبب؟ هي سميتها حنان. قالت لهم حنان، قالت لهم انا كنولد غير البنات، الخلفه ديالي كلها بنات، وكلهم الناس كيبقاو يهضروا عليها كتولد غير البنات. اولهم عجوزتها كتقول لها شوفي انت الولاده ديالك كلها بنات، وانا راه غادي نزوج ولدي.
الا ما ولدتيش الولد نزوج الولد ديالي باش يولد حتى هو الولاد، ما يمكنش له يبقى عنده غير البنات. كتبقى هي تبكي وكتقول لها لا وانا ماشي بيدي وما كرهتش، وهي تهددها. قالت لها الا بغيتيني ما نزوجوش غدا تجيبي ليا كل مره تجيبي ليا واحد من ولاد خوتك ننتقم منهم، حيت هما اللي كانوا قتلوا ليا ولدي. هي كان الولد ديالها تختفى من قبل، ملي كان مصاحب مع خوت هاد حنان ملي كانوا صغار، كان مصاحب معاهم وتختفى وما عرفوه واش ميت ولا حي. المهم التهم كلها الناس كيقولوا بانهم راه هما اللي قاتلينه، العائله ديال حنان. قالت لها غتجيبي ليا كل مره تجيبي ليا واحد ونشفي الغليل ديالي في ولدي اللي قتلوا ليا. ايوا هذيك حنان ولاد خوتها يعني كيتيقوا فيها. فيما كتشوف شافت هذاك محمد كيلعب، قالت لي اجي نلعب انا وياك بوليسي وشفار، نلعبوا هنا في الدار ونطلعوا نلعبوا في السطح. قال لها واخا عمتي وفرحان. ايوا دخلاتو هي شداتو جيفاتو خنقاتو وعطاتو عكوزتها. قالت لها ها هو. ايوا شدوه شعلوا الفران وداروه كيتشوط، والثاني احمد كذلك، والثالث كذلك، حتى وصلت للرابع. 4 ديال ولاد خوتها كلهم قتلاتهم باش تشفي العجوزه الغليل ديالها وباش هي ما يتزوجش عليها راجلها، باش تشوفوا البشاعه ديال هاد السيده هادي وما دارت في ولاد خوتها. وشدوا حتى العجوزه حتى هي بجوجهم تشدوا في الحبس. وقصتنا هنا سالات. والله يحفظكم ويحفظ وليداتكم، وكنتمنى ديروا لي شي لايك وشي ابوني ومع البارطاج، وخليت لكم لهنا وراحة البال.